إلغاء تعويم الجنيه وهبوط أسعار الذهب. الذهب ينتظر 2200 جنيه، نشتري الآن أم ننتظر؟ تعال نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. تعويم الجنيه المصري الشغل الشاغل لجميع المصريين، هل هناك تعويم قادم أم لا؟ في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح بأن التعويم بهذه الطريقة التي يطالب بها البنك الدولي يمس حياة المواطنين، وأنها حالة أمن قومي، لأن عند التعويم بما يطالبه البنك الدولي هيأثر تأثير كبير على حياة المواطنين. وصرح الرئيس هيبقى الجنيه ب16 أم 21 أم 31 أم 100 جنيه، لأنه لو وصل الجنيه كما يطالب به خارجيا ليصل في النهاية إلى 100 جنيه فهو شيء لن يتحمله المصريين من ارتفاع الأسعار، ومطالبة بزيادة الأجور والرواتب وزيادة النفقات والاحتياجات. وهنا توقف الرئيس عند أن كل الأسعار الموجودة حاليا بأسعار السعر الموازي مثل اللحوم والأعلاف وغيرها، وصرح أن السعر حاليا يعتبر محررا وليس مقيدا، لأن جميع الأسعار السلع ليست على السعر الرسمي حاليا، فماذا تنتظر من التعويم؟ وصرح أن هناك الكثير من البدائل التي تتخذها الدولة حاليا لسد الفجوة الدولارية حاليا. أما انخفاض أسعار الذهب، لماذا انخفض أسعار الذهب مع تثبيت أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي، مع أنه كان المتوقع ارتفاعه بعد التثبيت؟ لأن مع التثبيت لكن من المتوقع في اجتماع يوليو وسبتمبر القادم رفع أسعار الفايدة من جديد من الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساسي، ليصل معدل الفايدة النهائي من 5.5 إلى 5.75%، وذلك نتيجة لتوقع بنك أوف أمريكا. ولكن لن يدوم انخفاض الذهب طويلا، وسوف يبدأ في الارتفاع مرة أخرى والأيام القادمة، ولكن بوتيرة أقل. والذهب في نهاية المطاف سوف يتم ارتفاع بداية من تقليل أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي في نهاية العام. سوف يبدأ الذهب رحلة الصعود مرة أخرى، فانتظر مننا الشرح القادم، شرح وافي إن شاء الله. فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.